الجهازين دول هما الرينو 13 والرينو 13 برو، اجهزه حصل فيها تطور مرعب عن سلسله الرينو اللي فاتت الرينو 12. تطور عاده مش بنشوفه بيحصل في جيل واحد، تطور احنا بنشوفه بيحصل على مدار اجيال متعدده. الاجهزه دي من كتر التطور اللي حصل فيها هتبدا تخبط في الايفون. وفوق ده كله كمان عاوز اقول لك ان اغلب سلسله الرينو السنه دي متصنعه محليا في مصر. فخلينا في الفيديو ده نتكلم عن سلسله الرينو 13 واللي انا اعتقد انها هتكون من اهم السلاسل اللي اوبو نزلتها في مصر خلال اخر 5 سنين. فبدون اي تاخير خلينا نبدا. السلام عليكم واهلا بيكم في فيديو جديد. وخليني كده قبل ما ابدا اقول لك هي سلسله الرينو 13 السنه دي فيها كام جهاز بالظبط. السلسله المره دي فيها 4 اجهزه. عندك الرينو 13 اف وفي منه نسخه 4G ونسخه 5G، ادي جهازين. وبعد كده عندك الرينو 13 وده الجهاز المتوسط في السلسله، وعندك الجهاز الاقوى وهو الرينو 13 برو. وفي الفيديو ده هتكلم عن جهازين من السلسله دي وهما الرينو 13 العادي والرينو 13 برو، الجهاز المتوسط والجهاز الاقوى في سلسله الرينو 13 السنه دي. والمره دي الصراحه الاجهزه متعوب عليها جدا في التصميم. مجرد ما تمسك الجهاز اول مره هتتلسع من بروده الفريم الالومنيوم اللي موجود في الجهاز، واللي ملمسه ومسكته في الايد صلبه وفخمه جدا. واللي بيكمل الفخامه دي الظهر الازاز بتاع الموبايل اللي مدمج فيه فريم الكاميرات، اللي هتلاقي الازاز فيه لامع بعكس الظهر نفسه اللي هتلاقي الازاز بتاعه مصنفر، بالرغم من ان الاثنين قطعه واحده. ودي عمليه تصنيع صعبه ومكلفه شويه، عاده الشركات مش بتعملها غير في الاجهزه الفلاج شيب او الاجهزه الرائده بتاعتها زي ما احنا شفنا في سلسله الايفون. وعاوز اقول لك ان الظهر هنا مش مجرد ازاز وخلاص، انت عندك هنا رسمه فراشه او جناح فراشه بيبقى ظاهر على الظهر بتاع الموبايل لما تيجي تحركه، وجناح الفراشه ده بيكمله جناح فراشه تاني على العلبه بتاعه الموبايل نفسه. فالموبايل هنا فيه اهتمام كبير جدا بالتفاصيل، حتى التفاصيل الصغيره، بما فيها موتور الفايبريشن او الهابتك فيدباك اللي موجود في الموبايل، واللي معمول له انتجريشن جوه السيستم بتاع الموبايل بشكل كامل عشان يحسسك بالهابتك فيدباك وانت بتتنقل ما بين انحاء السيستم المختلفه على الموبايل. فالصراحه اهتمام بالتفاصيل انا عاده مش بشوفه غير في الاجهزه الفلاج شيب العاليه من الشركات التانية. عاوز اقول لك ان الاهتمام بالتفاصيل ده كمان هيبان اكتر لما تلف الموبايلات دي وتتفرج على الشاشه الجباره اللي جايه فيها. واول حاجه هتلاحظها ان الحواف بتاعت الشاشه هنا سيمتريه من على الاربع جوانب. ويمكن هتلاحظ ان النسخه البرو الحواف بتاعتها اصغر شويه، وده راجع لان الازاز اللي على الشاشه نفسه، الازاز ده واخد كيرف بسيط جدا على الجناب، تحس كده كانه سائل مكبوب على الشاشه ونازل على اطراف الموبايل. انا بالنسبه لي دي واحده من اجمل الشاشات اللي انت بتمتع عينك طول ما انت باصص لها. وسواء كان الازاز اللي موجود على شاشه الرينو 13 برو او الازاز الفلات اللي موجود على شاشه الرينو 13، فكلا الشاشتين هنا محميين بطبقه حمايه كورنينج جوريلا جلاس 7 اي. وعاوز اقول لك ان الشاشتين هنا متطابقين تقريبا في كل حاجه ما عدا الحجم بتاعهم. الرينو 13 جايب شاشه تقريبا بحجم 6.6 بوصه، والرينو 13 برو جايب شاشه تقريبا بحجم 6.8 بوصه. بخلاف كده الشاشتين متطابقين. الشاشتين هنا هتلاقيهم ايموليد بتردد 120 هرتز، وبيدعموا HDR10 بلس، وكمان بيدعموا عرض الوان لحد مليار لون. ده غير كمان ان الشاشات المره دي جايه بدقه 1.5K، ودي دقه اعلى من الفول HD بلس اللي احنا عاده بنشوفها في الاجهزه اللي كانت في سلسله الرينو القديمه، او حتى الاجهزه اللي ما زالت بتنزل دلوقتي من الشركات المختلفه. فالدقه بتاعت الشاشات المره دي اعلى من قبل كده. اجمالا تجربه الشاشات في كلا الموبايلين هنا ممتعه، وحتى وانت في اشعه الشمس القويه فسطوع الشاشه هنا بيوصل لحد 1200 نت او شمعه، فهيبقى استخدامها ممتع جدا. ولكن اللي هيكمل معاك متعه استخدام الشاشات دي هو سيت اب السماعات الاستيريو اللي موجود في كلا الموبايلين. الصوت بتاع السماعات الاستيريو هنا هتلاقيه عالي وواضح وفيه بيس كفايه، مش اقوى حاجه، ولكن تجربتها مع الشاشه واحده من افضل التجارب اللي انت ممكن تشوفها في الفئه السعريه بتاعت الاجهزه. لكن خليني اقول لك الشيء اللي مفيش شخصين ممكن يختلفوا عليه في الاجهزه دي هو المواصفات الداخليه بتاعتهم، لان الاجهزه دي بتيجي باداء جبار وبنظام تبريد خرافي. المعالج اللي موجود في الموبايل هنا هو الميديا تك دايمنستي 8350، والمعالج ده جاي بدقه تصنيع 4 نانو مع 12 جيجا بايت رام من نوع LPDDR4X، وكمان ذاكره داخليه 512 جيجا جايه من نوع سريع UFS 3.1. المواصفات دي بتخلي الموبايلين بمنتهى السهوله يعدوا المليون نقطه على برنامج انتوتو. ولكن بعيدا عن الارقام، تجربه الجهاز هنا فعليا عامله ازاي؟ في
بالاستخدام المعتاد كلا الجهازين هنا ادائهم ممتاز في فتح التطبيقات والتبديل ما بينها، والانيميشن بتاعت الاجهزه من انعم الانيميشنز اللي انت هتشوفها على اي جهاز اندرويد. عاوز اقول لك كمان ان تجربه الالعاب على كلا موبايلين هنا كانت مميزه. الجهازين شغلوا لي ببجي اتش دي ار على الترا، وشغلوا كمان كول اوف ديوتي على هاي جرافيكس وعلى ماكس فريم ريت. ولكن خد بالك ان الاجهزه هنا فيها نظام تبريد بضعف حجم نظام التبريد اللي كان موجود في الاجهزه اللي قبل كده. نظام التبريد ده بيخلي الجهاز يعرف يحافظ على الاداء بتاعه لاطول فتره ممكنه، وفي النهايه ده كله ما كانش هيحصل غير لو كان في سوفت وير ذكي عارف ان هو يدير الموارد بتاعه الموبايل ده بشكل ذكي تخليه يوفر في البطاريه وفي نفس الوقت يديك اداء كويس. فلذلك خلينا نتكلم شويه عن السوفت وير. والاجهزه دي جايه بواجهه اوبو جديده الكالر او اس 15 واللي مبنيه على اندرويد 15. الواجهه دي حصل فيها تحسينات كتير، اهمها هو ان الانيميشن بتاعتها بقت انعم جدا، وسرعه فتح التطبيقات والتبديل ما بينها بقى اسرع بشكل ملحوظ. لكن الحاجه الجديده المهمه اللي اتضافت في الواجهه بتاعت الموبايلات دي هو ميزه كانت موجوده في الايفون ودلوقتي بقت موجوده في اجهزه اوبو، والميزه دي هي الاي اي لايف فوتو. ولو انت مش عارف الميزه دي بتعمل ايه فخلينا اشرحها لك ببساطه. الموضوع بمنتهى السهوله، لو انت جيت صورت صوره وحسيت ان انت كان المفروض تاخد فيديو بدل الصوره دي، فميزه الاي اي لايف فوتو بتاخد اصلا فيديو ثانيه ونص قبل وبعد وقت التقاط الصوره. يعني بيبقى عندك فيديو 3 ثواني علشان يفكرك باللحظه اللي انت لقطت فيها الصوره دي. والجميل في سلسله الرينو 13 السنه دي انها بقت تقدم الميزه دي، وكمان تقدر تعمل شير لللايف فوتو دي بشكل مباشر على انستجرام، وهتظهر في الستوريز على انها فيديو او لايف فوتو فعلا. ده غير كمان ان انت ممكن تحول اللايف فوتو دي لفيديو او حتى جي اي اف عشان تعمل لها شير على اي برنامج تاني انت عاوز تبعتها عليه. اوبو كمان عملت ميزه رهيبه مش عارف الشركات ما فكرتش فيها ازاي قبل كده، وهو ان انت دلوقتي بقى موجود في السيستم نفسه ميزه تخليك ترسل وتستقبل ملفات من والى الايفون بمنتهى السهوله. والميزه دي عشان تشتغل انت بتحتاج تثبت تطبيق في الايفون اسمه الاو بلس كونكت، ومن خلال التطبيق ده بتقدر ترسل وتستقبل ملفات من والى الايفون من على موبايلك الاوبو بمنتهى السهوله. وبخلاف الموضوع ده خليني اقول لك ان اوبو لسه ما زالت مكمله في الترند اللي كل الشركات مكمله فيه، وهو مميزات الاي اي اللي موجوده في الجهازين واللي اتضاف عليها مميزات جديده. اول ميزه هي من خلال تطبيق اي اي ستوديو، والميزه دي اسمها اي اي ري ايمج. والميزه دي بتخليك ان انت تقدر تعمل صورتك بستايل مختلف تماما. يعني ممكن تعمل صورتك كانها معموله بالوان الميه، او حتى تعمل صورتك كانك فيديو جيم وانت كاركتر جوه اللعبه دي، زي الصوره دي مثلا واللي حسيت فيها ان انا كاركتر جوه لعبه جي تي اي. غير كده عندك ميزه ثانيه اتضافت في تطبيق اي اي ستوديو، وهي ميزه اسمها الاي اي موشن. والميزه دي بتخليك تحول اي صوره انت لقطتها لفيديو او حتى لايف فوتو زي اللي انا شارحها من شويه. ولما جربتها على الصوره دي طلعت لي فيديو كان الفيديو ده متصور بتايم لابس، فيديو سريع كده. فبرضه دي ميزه جديده اتضافت في تطبيق الاي اي ستوديو. غير كده المميزات القديمه لسه ما زالت موجوده زي الاي اي اريزر والاي اي انبلر والاي اي كلاريتي انهانسر، وكمان الاي اي ريفليكشن ريموفر. المميزات دي كلها ما زالت موجوده في اجهزه اوبو الجديده. وبما اننا جبنا سيره الاي اي والتعديل اللي بيحصل على الصور من خلاله، فخلينا نتكلم شويه عن الكاميرات اللي موجوده في الموبايلات هنا، لان دي صراحه فيها كلمتين مهمين عاوز اقولهم. وخليني ابدا الاول بالكاميرا السيلفي اللي على كلا الجهازين، واللي جايه بدقه 50 ميجا بكسل مع فتحه عدسه اف 2.0. والصراحه الكاميرا دي فاجئتني الحقيقه. التفاصيل بتاعتها هتلاقيها واضحه بديناميك رينج حلو ومعالجه الوان متوازنه الى حد كبير. حتى الكاميرا بالليل بتعرف تحافظ جدا على التفاصيل للدرجه اللي بتخليك ان انت مش محتاج تشغل الوضع الليلي غير قليل جدا. واخيرا وضع البطاريه هتلاقي العزل فيه ممتاز سواء الصبح او حتى بالليل. نيجي بقى للكاميرات الخلفيه، وهم 3 كاميرات. واول كاميرا منهم هي الكاميرا الاساسيه اللي جايه بدقه 50 ميجا بكسل مع فتحه عدسه اف 1.8 وفيها او اي اس او تثبيت بصري. والكاميرا هنا متطابقه في كلا الجهازين. التفاصيل هتلاقيها واضحه، الديناميك رينج كويس، ومعالجه الالوان حلوه. الملاحظه اللي انا لاحظتها هو ان الكونتراست او التباين هتحس ان هو اعلى شويه مع الرينو 13. بالليل بقى الكاميرتين محافظين على ادائهم بشكل كبير، حتى النويز هتلاقيها في اقل درجه ممكنه. والوضع الليلي مش هتلاقي ان انت محتاجه كتير. الكاميرا الترا وايد برضه هتلاقيها نفس الكاميرا في الجهازين، جايه بدقه 8 ميجا بكسل مع فتحه عدسه اف 2.2، ويمكن دي اكتر كاميرا مظلومه في الموبايلات هنا. تفاصيلها مقبوله والديناميك رينج كويس، بس على الاقل بالليل الكاميرا عارفه تحافظ الى حد ما على ادائها خصوصا مع الوضع الليلي. كمان لاحظت ان معالجه الالوان مع الكاميرات دي كويسه، ولكن الصور بتاعت الرينو 13 هتلاحظ ان الصور بتاعتها دافيه شويه. نيجي بقى للكاميرا الثالثه في الجهازين، والموضوع هنا صراحه هيبقى مختلف شويه، لان انت مع الرينو 13 عندك كاميرا 2 ميجا بكسل مونوكروم وظيفتها انها تساعد في العزل وتساعد في تجميع تفاصيل اكتر للصوره. انما مع الرينو 13 برو فانت هنا عندك كاميرا
تليفوتو 3.5 اوبتيكال زوم، والكاميرا دي جايه بدقه 50 ميجا بكسل مع فتحه عدسه f2.8 وكمان فيها OIS. والحقيقه الكاميرا دي عجباني لان تفاصيلها حلوه ومعالجه الالوان فيها مظبوطه سواء الصبح او بالليل، بس الاجمل ان انت تقدر من خلالها ان انت تصور صور بورتريه، وقتها هتحس بحلاوه الكاميرا التليفوتو، خصوصا لما تقارنها مع الصور البورتريه بتاعت الرينو 13 اللي ما فيهوش كاميرا تليفوتو، فوقتها هتعرف الكاميرا التليفوتو ممكن تفيدك ازاي. اما بخصوص تصوير الفيديو على الجهازين، فخليني اقول لك ان الجهازين هنا بيقدروا يصوروا فيديو من الكاميرا السيلفي بدقه 4K ولحد 60 فريم في الثانيه. كمان الكاميرات الاساسيه الخلفيه بتصور بنفس الدقه ونفس الفريم ريت، والOIS او التثبيت البصري نافعها جدا خصوصا لو انت بتتحرك وانت بتصور. الكاميرا الالترا وايد بقى على قدها شويه لان اخرها تصور 1080 على 30 فريم في الثانيه. الصبح الكاميرا ادائها مقبول بشكل عام، لكن بالليل الصراحه ضعف الكاميرا بيبان شويه، فممكن تلاحظ ان التفاصيل ناعمه والنويز البسيطه بتبدا تظهر في الاماكن الغامقه. واخيرا عندك الكاميرا التليفوتو اللي موجوده مع الرينو 13 برو بس، واللي بتقدر تصور فيديو 4K لحد 60 فريم في الثانيه. اجمالا الاجهزه دي بتقدم تجربه كاميرات تعتبر من الافضل في فئاتها، والكلام ده برضه ينطبق على تجربه البطاريه على كلا الجهازين. يعني تخيل معايا كده ان الرينو 13 ده حجمه وابعاده اقل من الرينو 12 اللي فات، وبالرغم من كده بطاريته اكبر. البطاريه اللي فيه 5600 ملي امبير بعكس البطاريه ال 5000 اللي كانت مع الرينو 12. خد الكبيره كمان، الرينو 13 برو ده حجمه وابعاده تقريبا متقاربين بشكل كبير مع الايفون ال 16 برو ماكس، بل ان الرينو هنا سمكه اقل من الايفون. والرغم من كده الرينو هنا جايب بطاريه بحجم 5800 ملي امبير، بخلاف الايفون اللي جايب بطاريه بحجم 4700 ملي امبير. يعني انت هي بتتكلم عن جهازين ابعادهم مقاربين لبعض، بل ان الرينو سمكه اقل وبطاريته اكبر ب 1100 ملي امبير عن الايفون ال 16 برو ماكس. فموضوع صراحة غريب، والحقيقة الأرقام دي منعكسة فعلا على أداء البطارية على كلا الجهازين. كلا الجهازين هيقعدوا معاك تقريبا اليوم كامل مهما كان استخدامك، وعاوز أقول لك إن أنت لو استخدامك يعني خفيف إلى متوسط، الأجهزة دي ممكن تقعد معاك يومين استخدام بمنتهى السهولة. ولو عايل هم الشحن فعاوز أقول لك اطمن خالص إن الأجهزة دي بتدعم شحن سريع لحد 80 واط، بيخليها تقريبا تشحن في حدود 50 دقيقة. وزي ما أداء البطاريات في الأجهزة هنا ممتاز، عاوز أقول لك إن أداء الشبكات برضه هنا مفيش عليه أي كلام. الجهازين هنا بياخدوا خطين وبيدعموا خدمات ال 5G، صوت سماعه المكالمات كان عالي وواضح، وفي مايك منفصل لعزل الضوضاء على كلا الجهازين. وبشكل عام قوه التقاط كلا الموبايلين لشبكات الواي فاي وشبكات الموبايل كانت ممتازه وما جتش فيها مشاكل. والجهازين هنا الاثنين بيدعموا ال NFC، ولكن اللي ضايقني شويه هو ان الجهازين هنا درج الشريحه بتاعهم ما فيهوش مكان لكارت ميموري، فانت ينفع تحط خطين بس، ولكن مش هتقدر تحط كارت ميموري. بس برضه الاجهزه هنا حجمها 512 جيجا، فمين هيحتاج يحط كارت ميموري مع المساحه المهوله دي؟ بخلاف كده عاوز اقول لك ان الجهازين هنا برضو جايين بمعيار مقاومه ميه وغبار اعلى من اللي كان موجود مع الرينو 12. المعيار بقى الاي بي 69، واللي بقى يخلي الموبايل ده يقدر ينزل في الميه لعمق اكبر ويقعد مده اطول. فبالتالي الموبايل ده بقى مناسب بشكل اكبر للتصوير تحت الميه، لدرجه ان اوبو عملت وضع تصوير مخصوص عشان تصور بالموبايل ده تحت الميه. ومن ضمن حاجات الدلع اللي موجوده في الموبايلين هنا هو ان الاجهزه فيها منفذ IR اللي بتخليك تستخدم الموبايل بتاعك كريموت كنترول. في النهايه اللي اقدر اقوله عن الاجهزه دي انها متعوب عليها جدا في التصميم والمواصفات والسوفت وير والتجربه بشكل عام، وده هياخدنا لنقطه التسعير بتاع الاجهزه. للاسف الفيديو ده متصور قبل ما الاجهزه دي تكون موجوده في مصر بشكل رسمي، فانا لسه ما اعرفش الاجهزه دي سعرها هيبقى كام، ولكن مجرد ما الاجهزه دي يتم الاعلان عنها بشكل رسمي هعمل كومنت مثبت تحت في التعليقات، هقول فيه تعليق عن الاجهزه دي وتسعيرها بالنسبه لباقي المنافسين اللي موجودين في مصر هيبقى عامل ازاي. وبس كده، دي كانت كل حاجه عن سلسله الرينو 13 الجديده. لو عندك اي سؤال اكتبه في التعليقات، وما تنساش لايك وكومنت وشير وسبسكرايب، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد قريب جدا. سلام.